السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد من قناة محمية طور مصرية وفيديو جديد كالعادة. أتمنى لو أول مرة تشوفنا على اليوتيوب تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك أشعار بكل فيديو جديد. الفيديو بتاع النهاردة يا جماعة، طبعا كل الناس بتسأل عن حالة السوق بعد التجديد والهدد. هل هيكون في سوق الفترة اللي جاية؟ هل السوق هيكون فين؟ مع بعض يا جماعة هنعرف كل ده دلوقتي في الفيديو. وكمان في خبر كويس عن هبوط في أسعار الحبوب إن شاء الله الفترة اللي جاية. بالنسبة للحبوب توقعاتنا كده ان شاء الله بعد يعني بعد حصاد البلكم الجديد، وبعد بدأ البلكم الجديد هينزل السوق الفترة اللي جاية، فهيكون في انخفاض بشكل كبير في الحبوب ان شاء الله الفترة اللي جاية. ولكن هنتكلم عن حالة السوق بعد التجديد والهدد والكلام ده كله، وبعد كده هنتكلم عن حالة الحبوب في نهاية الفيديو ان شاء الله. طبعا في السوق ان شاء الله زي ما حضراتكم شايفين ان الفترة اللي جاية بدأ بالفعل زي ما حضراتكم شايفين كده المعدات شغالة والهدد والكلام ده كله والتجديد بدأ بالفعل يشتغل اهوت والكلام ده كله. فهل بقى دلوقتي لما بيبدأوا بقى يشيلوا الحاجات القديمة والمباني القديمة والكلام ده كله، يبدأوا بقى يفحتوا ويعملوا بقى الأساس ويبدأوا يشتغلوا إن شاء الله الفترة اللي جاية؟ طبعا أكيد طبعا السوق ده هيقف لأن انقفل أكتر من كذا جنينة، يعني الحديقة وكذا يعني كذا جنينة. يعني حديقتين اتنين او جنينتين اتنين قفلوا، دول برضو كان فيهم ناس بتفرش فواصل بتفرش بحبوب. دول طبعا اتقفلوا، فبالفعل بدأ ناس تانية تاخد اماكن تانية يفرشوا فيها. وكمان يعني دي فترة مؤقتة، يعني الناس اللي هي بدأت تنقل بحبوب او من اماكنها ينقلوا في شوارع تانية، دي برضو مجرد فترة مؤقتة، وبعد كده هيكونوا في مكان تاني معين. زي ما حضراتكم شايفين ده شكل الهدد وشكل السوق، طبعا كل ده شغال. طبعا الشارع اللي يوازل ده على طول طبعا هو شارع السوق. طبعا اكيد الاماكن ديت هيخشوا لها من شارع السوق، او هيكون في فحر اكتر من كده كمان. وهيكون بالفعل الشوارع ديت هيكون في داخل طبعا لوادر وداخل معدات هتبدأ تنزل مواد بناء او الكلام ده كله، ويبداوا بقى يفحروا ويشيلوا. فبالتالي السوق هيكون واقف طبعا. والفكره كمان ان مثلا ممكن يكون السوق يشتغل يوم الجمعه فتره طويله كمان لحد مثلا لما ينقلوه في مكان معين. لان طبعا معروف ان السوق بيكون يوم الجمعه، ومعظم المعمار او معظم الشركات ما بتشتغلش الجمعه الا يعني قليل، يعني ما تلاقي شركه شغاله الجمعه. فممكن برضو الناس تفضل تنزل سوق الجمعة ده لحد ما يبقى خلاص بقى ان مفيش لحد خلاص ما يبقى في قرار نهائي والسوق يتنقل مثلا في مكان معين. والاماكن اللي احنا منتظرينها اللي هو الفترة اللي جاية ان السوق هينقل فيها مثلا يا اما حدائق حلوان يا اما مركز بدر. دول مثلا يعني الاماكن اللي احنا كنا قلناها برضو في فيديو قبل كده. فالله اعلم برضو الاماكن اللي هي احنا كده كل ده سامعينه من على من الجروبات وعلى الناس اللي على الفيس، تقول مثلا ان السوق هيكون مثلا في الحته الفلانيه، او مثلا الناس اللي هي بتقعد بحبوب وبتقعد بحاجات في السوق. فاكيد مثلا بعض الناس عارفه السوق هيتنقل فين من اللي هي التجار. فاحنا متواصلين مع التجار اللي هي بتقعد في السوق. فطبعا هو عارف او بيظبط مكان له هينقله مثلا في مكان بدر او في حدائق حلوان او في اي مكان. فهو بالفعل بيكون عارف، يعني بيقول لك دي الاماكن اللي احنا ممكن نروح فيها ان شاء الله. ده بالنسبه لحاله السوق الفتره اللي جايه. وحاله السوق كمان يعني بعد الهدد والتجديد بدا السوق يضيق عن الاول، بدات الجناين تتقفل، بدا الاماكن اللي كان بيبقى فيها ناس بدات تنقفل، وبدات يكون فيها شغل زي ما حضراتكم شايفين. يعني بصوا ده اما نظر هي بدا بالفعل خلاص ما بقاش في وقت بقى، يعني خلاص كده ازفت الازفه ما بقاش في وقت. يعني كده خلاص يعني بمنتهى البساطه كده جمعة التانية التالتة خلاص مش هيكون في سوق. يعني النهارده في سوق الحد برضو لسه مازال في سوق، والجمعة الجاية هيكون مازال في سوق. ولكن كل ما الدنيا بتبدأ تضيق كل ما السوق بيبدأ يقل، كل ما العدد بيبدأ يقل. ولكن برضو حبينا نقول في التقرير ده عن حالة السوق النهارده في الجمعة، ان عفوا في سوق الحد النهارده ان كان في نسبة لم على الطيور، ولكن كانت نسبة لم خفيفة وكانت عليكم كتير زي ما احنا عارفين. ولكن النهارده اللم كان ضعيف جدا برضو، ما كانش اللم اللي هو. وبرضو بعد يعني فحر في السوق والكلام ده كله، فده بيقلل نسبة النزول بتاعة المربيين والناس اللي بتنزل تبيع والناس اللي بتنزل تبيع فواصل والناس اللي بتبيع حبوب. كل ده بيبدأ يقل. النهارده حالة السوق كانت رديئة، ما كانش كويسة. ولكن كان في لم، يعني مش ما كانش في، كان في لم بس اللم اللي كان موجود كان غير الاول او غير المعتاد اللي احنا كنا متعودين عليه الفتره الماضيه. طبعا كان في لم بشكل كبير الفتره اللي فاتت. طبعا لو هنقارنه هنقارن اللم ده بالفتره اللي فاتت وبالاسعار دي بالاسعار اللي فاتت، طبعا اسعار رديئه جدا واسعار مش كويسه جدا. احنا قلناها في تقرير الجمعه
كل حاجه قلناها في تقرير الجمعه بالتفصيل. اللي عاوز يرجع لتقرير الجمعه يرجع، بالنسبه اللي يعرف اسعاره ويعرف ايه اللي حصل في سوق الجمعه ومستقبل الهويه الفتره اللي جايه. كل ده احنا قايلينه في تقرير الجمعه، اللي عايز يرجع لتقرير الجمعه. وايه الاسعار اللي كانت غاليه وايه الاسعار اللي كانت رخيصه وايه الفتره اللي احنا بنمر بيها ديت. فده اللي احنا قلناه في تقرير الجمعه. بالنسبه بقى للخبر الحلو، ان بدا حصاد البلكم الجديد البلدي بتاعنا، اللي هو بلكم اللي هو بيتزرع في مصر، بدا بالفعل يتحصد وبدا بالفعل هيبدا ينزل السوق الفتره اللي جايه. البلكم النهارده المستورد والبلدي ب 60 جنيه في السوق. والفلارس برضو كانت الفتره اللي فاتت كانت كانت ب 60 وب 58، وصلت ل 55 زي البلكم. البلكم طبعا كان ب 70، وصل ل 55 بالفعل، وبدأ يرجع ل 55 65 عفوا، وبدأ يرجع ل 63، وبالفعل هيوصل ل 60، وبدأ ب 60 وهيبدأ ينزل أقل من كده إن شاء الله. وكده كمان الناس هتبدأ تعرف تربي إن شاء الله الفترة اللي جاية. أحب أذكرك لو أنت بتسمع الفيديو لهذه اللحظة، اعرف إن أنت مميز جدا من الناس المحظوظين والناس المميزين على القناة. وأحب أذكرك ما تبخلش علينا بالاشتراك واللايك الجميل اللي بيرفع الفيديو. ده كل اللي حصل عن حالة السوق النهارده، وده بالنسبة للخبر الحلو اللي انا حبيت اقول لكم ان في هبوط في اسعار الحبوب. ان البريكم النهارده بقى ب 60 جنيه وب 62 وب 63 كحد اقصى، ما فيش ازيد من كده. وفي ناس بتبيع ب 65 ماسكه على السعر القديم. بس احب اعرفك ان البلكم هينزل الفتره اللي جايه، وما تخزنش بلكم عندك علشان خاطر الجديد هينزل. اشتري على القد عشان ما تركنش حاجه عندك، هيبدا سعره هينزل. ده حبيت برضه اوصل لكم كل معلومه بتحصل، كل معلومه جديده بتكون في السوق. احب اذكرك واكد عليك ما تشتريش بالكم كتير، اشتري على قدك، لان الفتره الجايه ان شاء الله هيكون فيه هبوط كبير بشكل كبير في الحبوب. واتمنى تكون انت مبسوط بالاخبار دي.